السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاب نتكلم على سرقة محمية اليهود مراكش للمنشفة. محمية اليهود مراكش وسفهاء محمية اليهود مراكش روجوا أن سبب سرقة المنشفة هو السحر. هو لا ماشي بصح. سبب سرقة المنشفة هو عدم السماح للحارس المرمى مسح المياه الموجودة في القفازين. لاخاطش بالكم هذاك النهار الله أعلم كانت تصب، ولما كانت تصب معروفة أن الأرضية تتشمخ والكرة تتشمخ بالعرق تاع الجوارة وكاع. وهذاك الشماخ هذاك اللي يكون في القفازين على بالكم باللي يخلي الكرة تنزلق، كما حنا نقولوا ما يقدش الحارس المرمى يتحكم فيها. وهو شي يدير حارس المرمى يستعين بالمنشفة باش ينشف علاش؟ باش كي يحكم الكرة ما تنزلقلهش. أمالي هما ما كانوش حابينه ينشف في القفازين. علاش؟ باش الكرة تنزلق له، وكي تنزلق له احتمال أنها تدخل، مثلا كما حنقولوا كما ضربة الجزاء كانت قادر تنزلق له لو كانوا القفازين مشمخين. فشوفوا هما الخبثاء فضلوا أنهم يروجوا لهذه الفكرة نتاع السحر وما نفيقولهمش احنا بالأمر الحقيقي. وعلى بالكم باللي لو كان مثلا كما احنا نقولوا نروحوا عند ناس متخصصين هكا مثلا في هذه حراس المرمى وكاع، يعني المدربين غادي يذكروا لكم هذه الحقيقة باللي سيفري حارس المرمى يليق له ينشف. إذن هما استعملوا الغش ولكن بطريقة ذكية، وراحوا داروا هذاك السيناريو باللي السنغاليين داروا السحر في المنشفة وما من السحر وراك فاهم. وهي الحقيقة لا، الحقيقة طبيعية. هما ما بغاوش الحارس المرمى يتصدر للكرة والقفازين ناشفين باش ما يقدرش يتحكم فيها. وهذه نشروها ولا قدرتوا حتى توصلوها لدولة السنغال والاتحاد السنغال، وصلوها لهم. علاش؟ باش قضية المنشفة ما توليش قضية اتهام بالسحر، لا، قضية تقنية